بيبدأ الفيلم وبنعرف إن سيزر خلف ابنه التاني وإن هما بقوا عايشين في مكان في محطة كهرباء والبشر بقوا مش لاقيين كهرباء خالص وبيكون أهم شعار عندهم إن القرود ما تقتلش بعض وبيجي واحد من البشر بيكون ماشي بالصدفة وبيلاقي قرود وبيبقى خايف منهم جدا فبيقرر يطلع السلاح وبيموت واحد منهم وبيهرب وبيجي سيزر والقردة كلهم ولكن سيزر بيسيبهم يمشوا وبيتجمعوا القرود كلهم وبيقرروا إن هما عايزين يحاربوا ولكن سيزر بيكون معترض على قرار الحرب وبيقول لهم إحنا لو حاربنا هنخسر كتير من القرود وهو رافض فكرة الحرب خالص ولكن بيقرر ان هو يروح للبشر عشان خاطر يثبت قوته ويقول لهم ان هو رافض فكرة الحرب وان انتوا ليكم مكانكم واحنا لينا مكاننا ولو حد من البشر جه تاني هتقوم حرب وبيجي واحد من البشر لسيزر وبيقول له احنا عايزين نيجي هنا عشان خاطر نصلح محطة الكهرباء واول ما نصلحها هنمشي فبيوافق سيزر ولكن بيقول له اعملوا اللي انتم عايزينه والقرود كمان هتساعدكم بس بشرط ما تدخلوش الغابة بسلاح ولكن بيكتشف ابن سيزر وهو بيلعب في شنطة بتاعة البشر إن الشنطة فيها سلاح وبياخد السلاح سيزر وكان هيقتل واحد منهم ولكن ما بيرضاش يقتله وبيرمي السلاح في البحر وبيقول لهم أنا مش قلت لكم ما تجيبوش سلاح فبيقولوا له هو اللي غلطان هو اللي جاب سلاح إنما إحنا كلنا ما حدش فينا جاب سلاح وبيقول لهم امشوا من الغابة وما ترجعوش تاني وبيتخانق كوبا مع سيزر وبيقول له أنت بتحب البشر أكتر مننا وبتحب البشر أكتر من ابنك وبيتضايق سيزر من كلامه وبيجي يضربه وبيكون خلاص هيموته وكوبا بيقول له القرود ما بتقتلش بعض فبيسيبوا سيزر وبيروح كوبا الاتنين من الحراس بياخد منهم السلاح وبيقتلهم وبعدها بنعرف ان محطة الكهرباء اشتغلت فبيفرحوا ويتجمعوا بيلاقي سيزر كوبا معاه سلاح وبيضربوا كوبا بالنار وبيقع سيزر من على الجبل ويبصوا عليه بيلاقوا فيه سلاح مرمي على جبل فبيقول لهم كوبا ده دليل ان اللي قتله واحد من البشر ولازم ننتقم منهم وصاحب سيزر بيقول للبشر اللي موجودة اهربوا بسرعة وبالفعل بيهربوا وبيتجمعوا كل القرود عشان خاطر يحاربوا البشر عشان ينتقموا لموت سيزر وبالفعل بتقوم الحرب وبيموت عدد كبير جدا من القرود بسبب ان البشر معاهم اسلحة متطورة وبالفعل بيحتلوا اماكن كتيرة وبيجي كوبا بيدي حديدة لواحد من القرود وبيقول له اقتل البشر ده ولكن ما بيرضاش وبيقول له لو كان سيزر موجود ما كانش هيرضى ان احنا نعمل كده فبيشد كوبا وبيرميه من فوق المبنى وبيقتله وبيقول لهم سيزر مات وكوبا دلوقتي هو القائد بتاعكم وبيحتلوا أماكن كتيرة في البلد وعلى الجانب التاني بنلاقي مجموعة من البشر بيلاقوا سيزر وبنكتشف إن هو لسه عايش وبيعالجوه وبيعرفوه اللي حصل وبيقول لهم مفيش حد من البشر قتلني اللي حاول يقتلني واحد من القرود وبيروح واحد من البشر وبيقول لابن سيزر إن أبوك عايش وبيوديه لأبوه وبيحكي له اللي حصل وبيروح سيزر يقابل كوبا وبتقوم خناقة كبيرة بينهم يكون فاضل حاجات بسيطة وسيزر هيموته ولكن كوبا بيقول له القرود ما بتقتلش بعضها لكن بيقرر سيزر إن هو يقتله ويرميه وبيجي واحد من البشر وبيقول له سيزر مفيش داعي نكمل الحرب ولكن سيزر بيقول له خلاص الحرب بدأت أصلا ومفيش مجال للرجوع وبينتهي الفيلم على كده. عجبك الفيلم متنساش اللايك وسلام.